الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. هنعمل مع بعض ان شاء الله في الحلقه دي الكشك الصعيدي. عايزه اقول لكم احنا هنعمل الكشك الصعيدي الحلو اللي هو بيتعمل باللبن. طريقته سهله وبسيطه. زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه جبت القمح بعد ما نقيته، هبدا اغسله علشان اشيل اي قشر موجود فيه لسه ما طلعش معايا. يعني اول ما بتبليه على طول يبدا القشر يطلع على وش الميه. هغسله كويس بقى واصفيه. بعد ما غسلته كويس زي ما احنا شايفين كده هسيبه منقوع في الميه للصبح. عايزه تحطيه على النار حطيه على طول، بس لما بتنقعيه بيستوي منك اسرع وما بياخدش منك وقت. هبدأ بقى اخده احطه على النار. كده خلاص تقريبا استوى. هحط مصفى بقى وافتح الميه علشان انا عايزه ابرده، وهبدأ اشيله واصفيه على طول. نقول بسم الله، وهبدأ بقى ابرده كده بالميه لما يبرد خالص. عايزه اقول لكم كانت عمتي الله يرحمها ويحسن اليها كانت بتجيبه لنا من الصعيد. كنا بنحبه قوي قوي بصراحه. فعلشان كده احنا بنحب الكشك اللي هو الحلو مش الحادق. الواحد تقريبا لما بيتعود على حاجه ما بيحبش يغيرها. طعمه بصراحه بيبقى تحفه قوي. كده خلاص بقى هفرده في الشمس على قماشه من القطن واسيبه لما ينشف، واغطيه كده بحاجه خفيفه علشان مفيش حاجه تيجي عليه، لان انا حطاه في الشمس على السطح علشان ينشف. الكميه دي يا جماعه 2 كيلو قمح. طبعا احنا في المدن بيبقى صعب شويه لما بنيجي نعمله علشان حاجه واحده بس. هنشوف دلوقتي مع بعض كده. بعد ما نشف، هو ما نشفش 100%، هو نشف بنسبه 95%، يعني مند خفيف قوي قوي. هفرمه بقى في الكبه بتاعه الخلاط على مرتين. عايزه اقول بقى في الارياف معرفش لسه موجوده اللي هي الحاجه اللي بتطحن القمح، معرفش اسمها ايه، بس بتطحنه اسرع. كده الكبه انا عملته مرتين في الكبه بتاعه الخلاط علشان يطلع بالشكل ده. عايزه تفرديه تاني وينشف اكتر ممكن تفرديه تاني وينشف اكتر، وفي الحاله دي هتشيلي منه القشر بتاع القمح، او القشر بتاع القمح نفسه لما اتفرم. هو طبعا مش باين عندي لان انا فرمته في الكبه كويس زي ما احنا شايفين كده. وهبدا احط عليه اللبن الرايب وابدا ابسه كده باللبن الرايب. انا جايبه 3 كيلو لبن رايب على 2 كيلو قمح. عايزه اقول حاجه مهمه قوي قوي، لما تعملي الكشك ده اوعي تعمليه في الشتاء، عشان عملته في الشتاء عايزه اقول لكم طلع عيني عبال ما نشف، قعد اسبوع. فطبعا اسبوع بقى والدنيا برد والشمس مش حاميه، فطبعا بقيت اسخن فرن البوتاجاز واطفيه وابيته فيه وبالنهار اطلعه في الشمس. لكن في الشتاء اعمليه في بقونه، اول ما تحطيه في الحر هتلاقيه حمص معاكي على طول. زي ما احنا شايفين كده انا بعجنه باللبن الرايب. كده خلاص هغطيه بقى وابيته لتاني يوم. ده مهم قوي ان هو يبات لتاني يوم. ده اليوم التاني هبدأ بقى افكه كده واعجنه تاني بباقي كمية اللبن الرايب. عايزه اقول لكم ان عمتي الله يرحمها كانت بتقول لي لما بيعجنوه كده اول مره بيحطوه في الزلع ويسيبوه فيها تقريبا يومين، تقريبا مش فاكره بالظبط، بس بيسيبوه يتخمر وبعدين بيطلعوه يعجنوه تاني. طبعا انا بيته في نفس الطبق اللي انا عجنته فيه. قلبت معاه لبن الرايب وهحط عليه دلوقتي كيلو ونص لبن رايب تاني، وابدا ابسه تاني باللبن الرايب.
احنا بنشتريه من السوق كده، او كان بيجي لنا برده من الصعيد على شكل كتل كده غير متساويه، تحس ان حاجه كده ملخبطه في بعضيها، بس طعمه حلو قوي. طبعا انا بقى ايه عملته زي ما احنا شايفين كده. انا خلصت الاول عجين اهو، خلصته تقليبه في اللبن الرايب، هبدا اقطعه. انا بقى طبعا ايه حبيت يعني ايه اخلي شكله كده ابن ناس، وقمت مدوراه بايديا كده وحطاه زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم إيه، لما تعمليه بالمعلقه احسن بكتير، علشان ما يبقاش مكبس، يبقى هايش كده وينشف معاكي اسرع. المهم انا عملت الكميه كلها بالشكل ده كده ونشفت بعد اسبوع طبعا. بصوا ده بقى شكلها بعد ما نشف. عايزه اقول لكم طعم الكشك ده حلو قوي، بس زي ما انا قلت لكم اوعوا تعملوه في الشتاء، ده بيتعملش غير في الصيف. ده بقى بتبل في اللبن، وبعد ما بيدوب بتقومي حاطه عليه سكر واكلاه او ضرباه في الخلاط، بيبقى حلو قوي قوي. كده يا جماعة، أتمنى إن تكون الحلقة عجبتكم. أنا وصلت معاكم كده لنهاية الحلقة. لو الحلقة عجبتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا علامة الجرس لو أول مرة تشوفوا القناة، علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا جماعة يعني لو حد عنده أي ملحوظة أو أي حاجة يا ريت يكتب لي في التعليقات. ممكن على فكرة برضو يتنقع في لبن بارد، مش لازم سخن. بس زي ما أنا قلت كده، لو كنت قطعته بالمعلقة كان أحسن من إني أعمله دوريات.